أنا لست لحديدا يكبل خطوه ثقل الحديد. لا 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 لا. هناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول. ملأوا الطريق عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق. يتهامسون صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون. يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين. تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون. ويغمغمون نحن الشعوب الكادحون. لا 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 لا. هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل. عمياء فاقدة المصير. تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون. والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون. يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون. والجاد ملتهب يؤج حياله نهد وجيد. موائد الخضراء تطفح بالنبيذ وبالورود. لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود. هل يسمعون صخب الرعود؟ هل يسمعون صخب الرعود؟ صخب الملايين انتياع يشق أسماع الوجود. لا يسمعون إلا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور. لا 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 لا. وغدا نعود حتما نعود. وغدا نعود قطعا نعود للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود. نسير فوق جماجم الأسياد مرفوع البنود. تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار. والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار. سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار. لا لن نحيد عن الكبار. لا لن نحيد عن
تعود إفريقيا لنا وتعود أنغام الصباح. لا لا لا. الرحل المقيم محي الدين شوفوا طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أظل تكونوا بصحة وخير وعافية كلكم. بس الكلمة الأخيرة دي وارجع بعد ذاك للموضوعين المهمات حقاتنا اللي حنتكلم فيهم سريع يعني. لكن آخر كلمة في الغنية دي قبل ما تنتهي: ستعود إفريقيا لنا وتعود أنغام الصباح. المقطع ده هو اللي كتلوا به الرئيس بتاع بوركينا فاسو سنة 87. القصة عرفتها قريب يعني، شفت قريت عنها كده. الرئيس بتاع بوركينا فاسو اتقتل سنة 87 بسبب ستعود إفريقيا لنا دي. فالقصة بالمناسبة لا إرهاب لا دين لا تطرف ولا بتاع. التطرف ده كلنا شايفين انه هسه اللي بيحصل في فرنسا ده تطرف، يعني التطرف المضاد، ارهاب وارهاب المضاد، ما في حاجه سايقه كويس. لكن المقطع ده جزء من بدايه الارهاب زمان مورز على افريقيا دي قريب، في العهد القريب يعني 87، لانه زول يتكلم عن مخططات الاستعماريه في افريقيا وانه مفترض يحصل. تم اغتياله وتصفيته سنه 87. في من الوقت داك ومن قبل الوقت داك، وحيستمر الموضوع ده بالمناسبه. صراع المصالح ده كويس. مساله يعني الكلام كونه زول صغير، زول ما عنده خبره سياسيه ما يستوعبه ما مشكله. لكن المشكله الزول الكبير والمسؤول والزول السياسي والزول الحزبي والزول اللي هو من واجبه انه يقود المجتمع، بتلقاه مسطح في الحاجه دي، ومسطح في حاجات ما مفترض يعني تكون فايته عليه، او يكون هو جزء منها. انا ما داير اقعد اتهم في الناس يعني تبقى كلها اتهامات، لكن او تكون انت جزء من المخطط ده، لانه سنكار اللي بنقول فيه ده القتلوا والانقلب عليه والحكم بعده بوركينا فاسو من 87 لحد 2014 هو عز اصحابه. فمرات المخططات دي انا ما افتكروا الكلام ده وهم بنقول فيه ولا ساي كلام بتاع اركان نقاش يعني كويس. لكن الاغتال سنكارا وحكم بعده هو عز اصحابه وهو نفذ المخطط. القصه ما يعني ما تفتكروها بعيده من السودان، ودي دول ما فيها اي حاجه. فيها شنو الدول اللي بيتكلم عنها دي؟ ما فيها اي حاجه. بيتصارعوا فيها ويقتلوا ده ويجيبوا ده ويشيلوا ده ويشتروا ده ويخلوا ده يخون ده ويطعن ده في ظهره عشان يمشوا فيها ابسط حاجات. يخلنا عاينوا للسودان ده جوا، عاينوا للسودان ده شفتوا، وفي بلادكم دي افراط يعني عاينوا للبلد دي. شوفوا الفيها ده شنو، شوفوا ليه الكلام ده. انا قلت يعني لما الواحد مرات في بعض القصائد وبعض الشباب يدخلوا بشكل عديل انه البلد دي يقول لك معمول لها عمل، والبلد دي لا معمول لها عمل ولا حاجه. البلد دي ما يعني ما عارف انا، بس غايته الحمد لله رب العالمين. كده قبل ما انا عشان ما نشطح كثير في الموضوع ده نيجي خاشين له بخشم الباب. السؤال الاول، وده يعني معلش على اللهجه اللي ما حتتغير، خلاص بقت كده طبيعتنا. من زمان كنا بنتكلم مع الكيسان، كانت طريقتنا وكنا بنحلم بانه انتهى عهد الثوره وجاء عهد البناء وكده، والناس مفترض تغير طريقتها وخطابها. لكن للاسف الشديد الثوره مستمره، الثوره مستمره، عشان كده اللهجه ذاتها مستمره والطريقه مستمره. سؤال بس، سؤال للناس اللي عاملين لنا فلقه في الفيس وفي تويتر وفي كل الحتات، سؤال واحد بس: انتوا طلعتوا ده اذا كنتوا اصلا احزابكم دي كانت طلعت في الثوره دي، اذا كانت طلعت في الثوره دي احزابكم هسه بتلون في المليونيه دي بتشككوا بتعملوا جايطه وبواطه كلها خايفه من يوم بكره. سؤال ليكم انتوا الناس اللي هسه شغالين فالقينا بالموضوع بتاع ترامب وبتاع غيره وانا انسحبت من المليونيه، واحد تلقى اصلا ما كان طالع ولا عنده علاقه بالمليونيه يقول لك انا والله انسحبت من المليونيه، غيرت رايي في المليونيه، شكرا حمدوك لانه رفعونا الموضوع الاسي مدور ده. انا في سؤال ده رزاله يا اخي، الف مبروك. يعني مقدمه قرار، هو ده ما قرار انا ما عارف يعني ولا انجليزي والله. لو حق يعني في بعض الحاجات المنهج بتاع الانجليزي ده غيره وارجعوا اقروا فيه انتوا ذاتكم. حسابكم دي ترجع تقرا في منهج كويس
انتوا ما قريتوا في زمن كيزان. الكلام ده واضح، اي زول عارفه خلاص، اي شافع في البلد بيقى عارف انه تلميحات بانه يرفعوك بعد ما خلاص تمام، ده انت شايفه انجاز مبروك خلاص، في كل الهيصه دي كلها تمام مبروك. السؤال، الثوره دي اصلا قامت زمان من اولها، الهدف الاساسي بتاعها كان انه يرفع السودان من قاعده دور على الارهاب؟ ما تقولوا قاعدين نبخس في الموضوع، خلاص واو مبروك، أوكي. حاجه خطيره جدا، انجاز كبير جدا، تمام مبروك. ما هو اصلا اي زول بالمناسبه لازم يعمل له حاجه كويسه في حياته. يا اخي خلاص تمام مبروك، يعني تم رفع السودان ذاته، هسه تم ودوكم قروش، ادوكم مع الرفع ده، دفعوا لكم كم بكره مليار دولار، مش 300 حقتكم دي، لا لا رجعوا لكم، مش في عادات حق السودانيين العده ما بترجع فاضيه. فيا اخي هسه شفت بنكك ده، مش خلاص انت قالوا حولت بنكك امبارح برغم الحساب بتاعك ده، بكره رسلوا لك مليار، قال لك والله عدتك دي ما تجينا فاضيه، ما نرجع لك فاضيه، ادوك مليار. تفتكروا كده خلاص دي الثوره انجزت؟ ده السؤال، وهنا المحك، وهنا البدايه حقت بكره، هنا البدايه. والكباري القفلات دي انا جايين الكباري المقفله دي جايين. طيب يا اخوانا، ده كان المطلب حق الثوره؟ دي كانت احلام الناس اللي ماتوا؟ بين قوسين واختصارا للكلام، القرار بتاع تغريدة ترامب دي باختصار برضو عشان نختصر القصة بتاعتها، دي المطالب حقتنا، دي المطالب كلها كنا طالعين عشان الحاجة دي. لو كنا طالعين عشان دي الناس ترجع طوالي خلاص تمام. يعني ممكن يكون في علاقة بين انك تتكلم لي عن موكب 21 اكتوبر وتتكلم لي عن انه رفعونا من قاعدة. طيب انا اقوم اسأل سؤال محرج جدا لحمدوك تحديدا، سؤال واحد، وانا بتكلم شفته بالوثائق وبالقسم، موضوع التطبيع بتاع اسرائيل والموضوع بتاع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الملف ده بداه واحد اسمه بروف إبراهيم غندور الكوز، هو اللي بدا الملفين ديل. السؤال، الكلام ده بدا بدري، يعني ما بدا قبل سنتين، الملف بتاع رفع السودان، والامريكان صرحوا والتصريحات موجوده وقاعده انه حنرفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، الكلام ده في زمن الكيزان. تفتكر يا سائر، وتفتكر يا والقحاطه برضه السؤال ده لهم، يعني سؤال مهم جدا برضه، اذا كان الكيزان نجحوا في انهم يرفعوا السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، معناته نحن كنا حنبقى كيزان؟ يعني هل ده الانجاز؟ لو الكلام ده كان نجح فيه غندور، خلاص كنا نبارك الموضوع باعتبار انه الكيزان بعد ده ما بيستحق السقوط. مدورين لكم بثلاثة كلمات وما بتواجهوا. انا قحتي دي المزعلني منها عدم المواجهة، كويس؟ يعني حمدوك ما سرق ما قتل يا اخي، نحن ما طالعين ضد حمدوك يا اخي. يعني الواحد البلد دي فيها يعني مشكلة بتاعت شخصنة كده غريبة جدا جدا يا اخي. ليه ذات قحتي كلها كده شايله روحها بفشلها ده بمكوناتها كلها، والمجلس العسكري الانقلابي بمكوناته الداخليه كلها شايلين نفسهم كده ومتضارين ورا حمدوك. لو لاحظتوا المساله دي كلهم كده، يعني الواحد تسالهم في اي حاجه يقول لك حمدوك ده حالات ونحن والله ما دارين يا اخي. حمدوك ده قلنا لكم حنبروزوا لكم تاني في شنو؟ يعني ما ممكن ناس تتكلم معاهم في حاجه يقول لك حمدوك ده ما سرق وحمدوك ده ما قتل وحمدوك يا اخي ما بنخطوا لكم بعدين حمدوك ده في بنستنسخوا في مداخل الكباري وبنوزعوا لكم في اي حته، بنعمل لكم حلا حمدوك وشط حمدوك اي حاجه، ما في اي مشكله. حمدوك ده ما شفتوا حل كده نموصوا ونوزعوا للشعب، ما في مشكله. حمدوك ده ما المشكله يا اخوان. يعني الناس الطالعه بكره دي ما طالعه ضد حمدوك عشان طوال اللي بتهبشوا كله يقول لك لكن ما حمدوك، كويس؟ وهسه انا اقول لكم الناس اللي ممكن يحلوا الحكومه دي كلها لكن يخلوا حمدوك ده قاعد التخته المتضارين وراه. ده الترس حقهم بالمناسبه، المتضارين وراه الناس حمدوك ده. الاحزاب تعوز حمدوك ده قلت لك قاعد ساي يا زول، ما قادرين تفهموا انه هو الوحيد اللي قاعد ساي، عشان كده هو الوحيد اللي هيكون قاعد في الحكومه دي وتتحلى ثاني وتتغير ويردوكم بناس جداد.
خلاص تمام. حمدوك ده زول كويس والقرار ده كويس، لكن المطالب كانت شنو؟ ده السؤال. المطالب كانت شنو؟ جيبوا الليسته حقت المطالب نتحاسب، ورونا الانجاز ده ذاته كم في المية. يلا بعد ذاك تعالوا، انا في امبارح في كلام ما هبشته شديد، داير الليله بس افصل فيه سريع كده. كويس. الموضوع بتاع القرار ده ذاته بتاع ترامب ده ذاته في نقاط قانونيه كثيره جدا. العائله امنه القاعد ناقش امنه. الحاجه الاولى، يعني ترامب ده انا لو مواطن امريكي انا ما عندي شغله معه، ما قاعد اتكلم في سياسات بتاعت الدول الداخليه اطلاقا، لكن لو كنت مواطن امريكي ما بصوت له، ما بصوت له ذاته، لانه لا بيشبه الدستور الامريكي. الزول ده انا متاكد زيه زي القحاطات، زيه زي حمدوك ده، بس لانه امريكا بتحكم اللوبيهات وكده ما بتقع يعني، وعندها سيستم ونظام ودستور وكده، فما ما بتتاثر بالرئيس كثير الدوله. لكن انا اللي هعمل القرار ده بمر بكم قناه. القرار بتاع رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب ده ما مختص به الرئيس بتاعهم برا يا اخوانا، ما اختصاص ترامب وفق الدستور بتاعهم. كويس. وعندك اعضاء في الكونغرس من الحزب الثاني اللي هو انت لما تقول الكلام ده هم عندهم فهم ثاني، حيقوموا يردوا لك وحيعرقلوك وكده. فده خطاب بتاع انه اول حاجه كان مفترض تتكلم بلغه رجل الدوله، اللي هو مفترض ان احنا كمؤسسات دوله حنعمل كده. هم وافقوا على كده لانه الطلب ما طلبه ترامب ذاته. الطلب بتاع التعويضات ال 335 مليون دولار ده ما طلب من ترامب، يعني هما جهه الاختصاص في الموضوع ده، او الموضوع ده اصلا مطبوخ جاهز، يا هو خدت له الحمله الانتخابيه بتاعته دي. نمره اثنين، ودي الحته اللي انا حاجه اتكلم فيها تاني بشكل موسع بالمناسبه ومهم جدا. نمره اثنين، خلونا من الخطابات العاطفيه اللي بيجاي وبيجاي، اتكلم كلام يعني كلام موضوعي او شبه موضوعي، ناس شايفين انه هو موضوعي. يا اخواننا كانوا ارهابيين منو؟ السودان ده كدوله راعي للارهاب تمام. يا الكيزان هم الراعين للارهاب. لا ما بقول لك نحن سقطنا الكيزان ولا ما سقطنا الكيزان، لا الكيزان سقطوا برام، نحن ما دارين مكافأة من زول. يبقى الحكومة اللي كانت راعية للارهاب سقطت. يا اخواننا في القانون العقوبة الجنائية ما بتنتقل للخلف اللي بعدك لو انت مت. نفترض انه الشخصية الاعتبارية اللي اسمها حكومة السودان دي ماتت، جات بدلها شخصية اعتبارية تاني على النقيض منها حلت محلها. نفترض انه دي ما شخصية اعتبارية، نفترض انه شخصية عادية. حكومة السودان دي نقوم نجردها من الاعتبارية دي ونلبسها جلابية ونعتبرها زول. الكيزان حكومتهم دي زول عمل ارهاب، هو الزول ده مطالب بعقوبتين: عقوبة انه قام يتفيش في النظام العالمي الجديد، قام الزول اللي اسمه السودان ده فيشوه، اللي هو خدته في قائمة الدولة وكده وما يقدر يقدم في شغل وما عارف شنو بتاع، وسخوا له الفايل بتاعه ده. كويس. ده السودان ده. فقام السودان ده عنده زول متشاكل معاه وضده، اي حاجه هو كان بيعملها كان بيقيف ضدها الزول ده ذاته. هو الزول ده ذاته المشى كلم الجماعه ديك وحرشهم وقال لهم يا جماعه الزول ده فيشونا اجيب لكم بصمات انتوا فيشوا. الزول ده ذاته الاسي جا بقى حكم اللي حكومه قحطي دي ذاتها نلبسها طرحه. اقصد ما مشكله تلبس توب، ما عندهم عقده برضه يقول لك ليه قال طرحه وما قال طرحه وبتاع كده. انا اقول نلبسها جلابيه وتوب في ذات الحكومه يجي الناس تلبس، يعني هم ذاتهم ناس الواحده دايره تلبس حق الراجل والراجل يلبس حق المراه، فما مشكله حكومتهم دي نلبسها جلابيه وطاقيه ونعتبرها زولهم خدها تحكم. طيب تعال يا مولانا ترامب، يا اخي الزول المات ده انتوا طالبينه قروش، دي قضيه مدنيه. دي يا حمدوك قضية مدنية، زول طالبك قروش التعويض ولا غيره. وحتى التعويض الجنائي لما ينتقل للخلف بينتقل بشكل مدني، المطالبة هنا مدنية، ما انت ما عندك عليه حق جنائي انا اللي هو الفيش ده. تمام. فمفترض القرار الاول يكون صدر يوم 12 ابريل 2019، مفترض يكون رفع السودان من القائمة دي، لأنه الناس اللي عملوا الكلام ده هم هسه في السجن. فالسودان الآن ليس بالدولة الراعية للإرهاب فعليا، ده بالوقائع القانونية. تمسكها كده الوقائع القانونية ترصها ترتبها كده تخدها، بتلقى إنه الزول المات ده هو المجرم. الحكم بعده ده يا أخي أنت ما مجرم، ما أنت ذاتك الجمجار اللي وديت الكلام للجماعة ده، فأنت المصدر، أنت المصدر بتاع المعلومات حقهم. طيب
كيف تكون انت اللي بتحارب في الارهاب المتمثل في الكيزان؟ انت ذاتك ارهابي لك سنه وحاجه، انت حاكم وخدت انك ارهابي وانت بتعاني في الموضوع ده كده، ما قادر تقنع العالم انه يا اخواننا انا ما الكيزان. طيب نحن ممكن نقبل موضوع انه السودان يدفع، لكن يا اخواننا لا يمكن تقبل انه الدفع يكون مقابل انه ينظفوا لك السجل بتاعك، اللي هو انت اصلا ما انت وسخان سجلك، انت وسخان سجل الكيزان. فالان انت بالمناسبه انا افتكر انه يعني دي بتكون واحده من اكبر الرشاوي في التاريخ قانونيا، والله لو طال العمر ولا قصر انا حق من الناس حفتح بلاغ في الحكومه الامريكيه وبلاغ في الحكومه السودانيه في عمليه بتاعت رشوه. انا افتكر انها تمت. اللي بيحصل ده عمليه بتاعت رشوه، لانه لا يمكن دوله انت تقول والله لو دفعت برفع، لو ما دفعت ما برفع، كانما هي بتشتري البراءه بتاعتها، كانما انت بتبيع لها البراءه بتاعتي. يعني انا السؤال يا اخواننا، انا بريء ولا ما بريء؟ ده السؤال. ما من الجريمه الجنائيه ما قلنا خلاص في تعويض، في حق يا اخوان، في حق. ما الحق ده احنا ما دايرين حق الناس، في تعويض عشان ما تزعل سايف القروش دي، تمام؟ لكن التعويض ده جريمته انا ما مرتكبها، فخلي عندك علي دين، لكن انت ملزم بالقانون ترفع لي. فكونك تقول لو دفعوا يترفعوا، معناها القصه هنا قروش، ما بتتكلم عن الوقائع اللي حصلت، انه والله لو السودان عمل واحد اثنين ثلاثه خطوات اجرائيه تثبيت بها، لا، لو دفعوا. الاشتراط ده مادي، ما عنده علاقه بالسببيه وبالوقائع، ما عنده علاقه بين خلتك ذاتك اصلا تقول الناس دي الارهابيين، ما في علاقه بينهم. القصه ما قروش، يعني حكومه الكيزان ما نشرت قروش من الجماعه دي عشان تبقى القصه يبقى لحين السداد، وما كتبت لك شيك عشان تقول يبقى لحين السداد. وقع ولا اعيده؟ انا متاكد في ناس بيكونوا ما فاهمين ذاتهم اللي هو الجداد. طيب عشان نخش في 21 اكتوبر وفي الكلام المهم، نبدا من محل وقفنا امبارح. عندك رساله صغيره للجداد، كويس؟ اقوى ناس، ايوه صح، واحد كتب وليد رشوه وابتزاز فعلا، يعني فيها جريمه مركبه. طيب لو الرشوه فيها طرفين، الابتزاز الطرف البغادي، ذاك حيتفتح لهم مادتين بالمناسبه. ترامب كلامك صح، ما علينا. انا حاقف 10 ثواني لانه في زول عزيز علي بيسال طوالي. صادق عادل والده توفى فتره فاتت، ربنا يغفر له في الايام اللي فاتت. وطلب كده بس، طلبه الوحيد كان انه يا اخي في اللايف لو تذكرته اسال الناس تدعو له ربنا بالرحمه وبحسن القبول. فدعواتكم لوالد اخونا وصاحبنا صادق عادل، ربنا يغفر له ويتقبله قبول حسن. ما كثير عليك التذكير في اللايف ولا كثير عليه، واسف على التاخير يعني. رب يتقبل قبول حسن ان شاء الله. ايوه قلنا نرجع بس في كلام كده سريع ونخش 21 اكتوبر ونقفل عليه كده عندك. طيب انا بس اتكلمت الناس اللي ما حاضرين سريع كده عن المدنيه، انه يعني يا بوليس الشرطه انت في المدنيه موقفك احلى واضعم واقوى. لو بقيت مع المدنيه ما عدوك يا ما داير انبذ. المهم لو جبتوا بتاع الجيش، عسكري الجيش اللي قاعد في الكراكون ماسك في الباب الحرس ده، لو جبته فهمته انه والله يا اخي المدنيه دي شنو، فهمته لا صح، الزول ده حيقول انا مدنيه، لانه حيكون فاهم انه والله في الدوله المدنيه هو زول محترم موقر، ما في زول بيديني تعليمات الا الجهه المسؤوله مني، ما في مدير شرطه بخوفه حميتي، ما في ضابط بتاع شرطه بيجي يدقه حميتي في المكتب، ولا يكتبوا تعهد ولا غيره، ولا يكتبوا اقرار ولا يسجل له اعتراف. ما بيحصل الكلام ده في المدنيه، ما بيحصل فيها. لكن للاسف الشديد اللي حيكونوا الفتره الجايه شرسين جدا جدا هم الجداد الالكتروني بتاع الجماعه دي، لانه ده بالذات في المدنيه ما عنده مكان. المدنيه ما فيها يعني ما فيها تطبيل، ما في المدنيه كلام زي ده. اللي بتقدمك حاجاتك، فهمك، علمك، فهمك، معرفتك بالحاجه بتقدمك كويس، ما بتقدمك اي حاجه. لا قلمك اللي بتكتب بها صالح الرئيس، البتاع الرئيس ذاته بكون خايف عليه رقبته. في المدنيه جدا الرئيس ذاته خايف عليه روحه، لانه لو قبضوه كده في المية بخش السجن وهو رئيس. يعني ما بينتظروا لما يطلعوا له ثوره ويحاربوه وكده وبتاع ويقتل الناس عشان يقبضوا، لا بيقبضوه ببوليس الشرطه ده ذاته، بحقوق بوليس الشرطه بعد رفع الحصانه، ويجيبوا يخطوا في السجن. لكن الجداد ده نقع ما عنده مكان يا اخوانا. في اخر ايامنا الناس دي حيكونوا زي الكيزان،
وبالذات الجداد، لانه بعدين ما عنده موقع في المدنيه. ما تسمع كوراكم ده في المدنيه، ما في تطبيل في المدنيه، ما في استحمار، المدنيه ما في سواقه بالخلا، المدنيه في برلمانات، في محاسبات، في قضاء اداري. المدنيه الحقيقيه يا اخواننا ما بتنفع مع الجداد، ولا بتنفع مع اي زول متعود ياكل كده بلسانه ويتسلق ويتملق وكده. اي زول زي ده ما بتنفع معه المدنيه، حتى لو هو زول مدني. شفتوا العسكري المنضبط المدنيه حقته بيقول لك مدنيه لو في قيمه صح، والمواطن المدني الملولو المدنيه ما دايره. وختاما في الحته دي بالتحديد، المدنيه اقوى انواع الحكم، اقوى من الدكتاتوريه، لانه الحكم في يد الشعب ده كله، ديك الحكم في يد زول واحد بس. عشان كده الجداد ده يا اخواننا ما خلاص يتجاوزوا الموضوع ده، ما تشتغلوا بهم كتير يا اخواننا. لمتين احنا خلاص نحن نتجاوزهم، ديل ما منهم امل، ديل حيقعدوا جداد كده. بكره تجي حكومه ثانيه تحتاج لجداد، لو جات حكومه ما مدنيه حقيقيه حتحتاج لجداد، حيقوموا الجداد ده ذاته ما في مشكله. واسوأ انواع الجداد هو الزول الداء. قول له ثورتك اللي فاتت باطله، امشي توضى عيده ثاني. اي زول بالمناسبه الكلام اللي هسه حقوله في بدايه اكتوبر، في بدايه نقاشنا في اكتوبر، اي زول قال الكلام ده ثورته باطله، يمشي يعيدها ويتوضى وثاني يطلع ثوره جديده، مش يطلع بكره مع الناس، يطلع ثوره جديده ذاته من ابداء من العيده كلها. ده ما بيلحق تاني. الزول اللي بيقول لك انا والله غيرت رايي من يوم 21 اكتوبر دي لانه حمدوك طلع هنا فكونا، شفت ده طوالي ده يمشي يعيد الثوره كلها بتاعته. لانه ما السؤال الاول اللي سالته قبل في بدايه اللايف، انه انت طالع عشان يرفعوك ولا طالع عشان ترفع بلدك دي لفوق؟ طالع عشان شنو؟ انتهينا السؤال ده، بحدد الناس تطلع ولا ما تطلع. قدر الناس الطالعين. شوفوا اقول لكم حاجه، والله احزاب بكره بقى شفت عشان ديل عينة الناس اللي بياكلوا الجيفه، ديل الناس اللي بياكلوا الجيفه. شفت الواحد السلة بكره الموقف ده ما نجح، بياكلوا لحم الناس، نجح بيتبنوا لك ايوه الثوره العظيمه والشعب العظيم والغير. ما عندهم دم ولا بيخجلوا ولا عندهم كرامه ولا عزه نفس ولا غير. بالنسبه لقفل الكباري، اصلا بكره في 3 مواكب اصلا. شكرا على قفل الكباري، شكرا جدا، شكرا شديد، شكرا جزيلا. وانا اذكركم بحاجات يا ناس قحط، الجامعات لسه ما استقرت والمدارس لسه ما استقرت واحنا طالعين من السيول. يعني الموضوع ده شفتها ما مستعجل الا وشديد. يوم بكره ده موكب واحد من كم موكب يعني ما الا تسقط علينا بكره ذاته بالمناسبه. والناس بكره ما طالعه تتفسح، ماشيين مقفلين الكباري. قفلوا الكباري وقفلوا القياده لانه ما في زول جايكم فيها. قفلوها، المشكله وين يعني؟ ده ما الخوف ذاته. وين الكلام اللعلعه بتاعتكم اللي لسه في البيانات بتاعتكم دي انه حريه التعبير وما عارف شنو بتاع؟ الفرق بينكم وبين الكيزان شنو؟ وين هو نفس تصريحاتهم يعني. ذاك الشارع والتالي يطلع ونحن هون نزل زول ما نقتل زول بتاع، جارين مقفلين الكباري. ده شنو ده؟ اعترفوا للشعب السوداني يقول احنا والله الكورونا دي كانت عباره عن اكذوبه كبرى قعدناكم فيها في البيت 5 أو 6 شهور. كلمون رجعتوا لي قفل الكباري ماله في كورونا ولا في شنو؟ ها؟ في شنو مقفلين الكباري دي ليه؟ ورونا. جبتوا دي الدكتاتوريه ذاته، دي الدكتاتوريه ذاتها. الدكتاتوريه شنو يعني؟ مقفلين الكباري ليه؟ ما الناس دي ما حتطلع بكره، ما الناس دي مبسوطه وقاعده امورها طيبه الناس. وبالمناسبه شوف داير اقول لك شيء، يعني انت لو تعاملت مع الفيس ده اللي حيضيع حكومه غحتي دي. واحده من الحاجات المضيعه هو الفيس ده ذاته، لانه هي بتحكم بالفيس ومشاكلهم في الفيس ونقاشهم في الفيس والاخبار الرسميه حقت الدول بقت تطلع في تويتات. الراجين تويتر بتاع ترامب يلعب بها سياسه ويرفعها في الانتخابات، يقدم بها نفسه في الانتخابات. ده شكل الحكم ذاته بقى عامل كده. لكن ها تعال في كم مليون في الشعب السوداني دين يا اخي ما عندهم ذات واتساب يا حمدوك ويا جداد. في ناس في الشعب السوداني ده ما عندهم ذاته تلفونات ذاته. يعني انتوا شغلكم الشغالين ده كله في وسائل التواصل. بكره الموقف ده يبدا ب 10 بيبقى 2000 بيبقى 10000. الناس الضايقين الوجع الجد ديل بتثبتون كيف؟
ديل الجدال بكره حتتخلعوا انتوا، لانه حتشوفوا الشعب السوداني جد جد، الشعب السوداني حقيقه بدون احزاب، حتشوفوا الشعب السوداني النظيف بكره في اكتوبر، حتشوفوا الشعب السوداني بكره. شهر 9 2019 كنا نتكلم عن النقطه دي بالمناسبه، شهر 9 2019 كان يوم 14 9 تقريبا اللايف، لاقاني قبل كم يوم لافي، ما تقولوا قاعد احفظ يعني ما شاطر شديد، لكن لاقاني قبل فتره كده لافي بالتاريخ ده. كنا نتكلم عن انه هيجي يوم من الايام الدعم السريع والحريه والتغيير والحكومه دي هيجيبوا ضد الشعب السوداني، اللي هو الان واقفين ضدك، الان هم بيصرحوا بجاي وديل بيكفلوك في الكبري وديل ما بيتكلموا، ديل بيعينوا بجاي وبيشيلوا قرار التعيين بجاي والشارع بيطلعوا، ديل بيجوا بيقتلوا وديل بيسكتوا، يعني قرار بتصدره انت بيهيج الناس، بيجي تطفيه ده هيج بيه الناس، ده بيجي بيقتل الناس، ده ما التناغم ذاته، انا برفعهم بقنطرهم وانت شوتهم، انا بفتنهم وانت بلهم، وما في زول، ما في زول بيلوم، ما في زول ينتقد، ما في زول بيعمل اي حاجه، بتفرجوا بس، بتفرجوا في اللي بيحصل ده. انتوا بتردوا من خلال شنو؟ يعني انا بتكلم من خلال الواقع، بتكلم من خلال الواقع، الواقع اللي بقول لك بكره لو انفجر ده قفل الكباري ما بحلك، والاشاعات ما بتحلك، والجداد ما بحلك، لانه الشعب السوداني الطالع ذاته بكره مختلف ذاته من الشعب السوداني الطالع 2018، همومه ذاتها مختلفه، وجعه مختلف، فلسه مختلف، كهربته بتقطع مختلفه، اي شيء مختلف، صفه مختلف، البنزين مختلف، انت ما انت بتفتكر الشعب السوداني ده كله هو بوستات ولايفات؟ الشعب السوداني ده مواجع انت ما حاسس بيها، انتوا معارككم كلها مدوره معانا هنا في الفيس، المعارك الحقيقيه المفترض تخوضوها في البناء وفي التعمير في السلام وفي التنميه، والله ما عملتوا فيها التكتح، ما عملتوا فيها الحبه، معارككم كلها هنا، ما عندكم معارك مع الناس البكره طالعين ولا حيطلعوا بعده وبعده وبعده. ونفترض بالمناسبه يعني انت كل مره قاعد تفك لكم كذبه تغشوا بها الشارع، بتفك لكم كذبه تردوا بها الناس، هسه بالمناسبه الحقنه اللي لسه اديتها للناس دي شفت زي حقنه التبييض، لا عندها اثر سلبي بعدين حتشوفوا براكم. لما الناس تكتشف الاكذوبه، يعني الناس في زول الصباح صحه كميه من البوستات لقيت لك انه الدولار نزل، الدولار حينزل يا عشا البيتات، الدولار حيزيد لانه القروش دي ما تم فيها، قال لكم والله لو نقص الدولار ما بخليكم، وبعدها طوالي حيظهر لك ناس المدمره كل 11 سبتمبر عفوا. لا قلت لكم ناس الحزب الديمقراطي ما حيتفرجوا الكلام ده، قلنا قبل ما ترامب ذاته يكتب كلام، الحزب الديمقراطي الليله مطلع بيان بيتكلم عن انه الموضوع ما مر عبر الكونغرس وما احنا ما حنخليه يمر لانه عندنا تعويضات ثانيه ل 11 سبتمبر. مع انه 11 سبتمبر قلنا برضه قبل فتره، سبحان الله سبحان الله يا اخوانا نركز في اكتوبر، لاننا في تقنيه الفرض فعليا محتاجين نرجع، لانه الحته بتاعت 11 سبتمبر دي والله بالحرف في واحد من اللايفات قلت لكم مع انه 11 سبتمبر المنفذين انها كلهم ما فيهم ولا سوداني، لكن حيجوا يطالبوكم بعدين يقول لكم تدفعوا اليدين، والله الكلام ده في لايف ما تم شهر، وذكرت الناس 2 اماراتيين وعارف كم مصريين وكم سعودي 15 سعوديين نفذوا العمليه ما فيهم ولا سوداني. ليه قلت لكم لو رضيتوا بيدي هيجوكم راجعين يدفعوكم حق دي، لانه يا هذا انت كده وبيركبوا في ظهرك تاني، خلاص بقيت انت زول يضينا سعي، انت بقيت شفتوا انتوا حتبقوا الشافع الزمان في المدرسه بيدقوه الشفع بيقلعوا فطوره، ده حمدوكم ده كويس. اي زول حيقول لك جيب تاني جيب، ما انتوا بقيتوا زي المغتربه نازلوا امبارح جيب تاني، كنتوا بندفع طوالي، لا ما حكيتوا، ما اشتغلتوا سياسه، اشتغلوا بيكم لعبوا بيكم دقلوا بيكم كده وفكوكم. عشان كده المره الجايه دي اسمها منو دي يا اخي، اسمها مني بتاعت المحكمه دي بن سودا، ما قالت لكم دايره مصاريف، قلت لكم ما عندنا بنفكوا لكم الزول ده، وعارفين كان بنفكوا، ما انتوا شفتوا افريقيا الوسطى بالعربي كده بنحرشوا لكم وبيفكوا ساي، انت قايل بيفكوا ساي، ما بيفكوا ساي. هي لما قالت يا تدفعوا يوم فكوا، هو ذاته ما بيفكوا ساي، هو ذاته عنده شغل بده يمرقوا يشتغلوا، يمرقوا يشتغلوا ليكم برا هنا، يعني هندن احنا كده تدفعوا ولا نفكوا لكم. وعليك الله محكمة حريصة على تنفيذ العدالة، محكمة حريصة على تنفيذ العدالة، ما يعني انت محكمة دولية ما بتقنعونا ما عندكم قروش وبيقعد علينا نحن؟ انتوا ما قبضتوا بتاع البوسنة والهرسك ده حكمتهم بعد 20 سنة، ما قريش واحد ما دفعتوا للبوسنيين،
انتم مفترض تطلعوا طوال، تطلعوا برا يتكلموا تقولوا دي اول سابقه في التاريخ. محكمه تطلب مصاريف من الضحيه. انت الضحيه بالمناسبه، الشعب السوداني هو الضحيه بتاعت الارهاب والضحيه بتاعت الشغل اللي اشتغلوا الناس دي. ما هو يا مجرم وقت ما بيقدروا يحاكموا الناس. وسع عليك الله، انا واحد من الناس اقول لكم حاجه، لو عندنا رجال في البلد دي، لو عندنا رجال في البلد دي، لو عندنا رجال في احزابكم ديل، والله والله والسياسه ما في حليفه، لكن طوال تطلع بيان انه نحن كنا نود تسليم بقيه المجرمين لمحكمه الجنايات الدوليه، ولكن بما ان المحكمه لا تمتلك ما يسد ربق المساجين، فنحن سنقوم بمحاكمه البقيه داخل السودان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله بكره يدوك 800 مليون دولار، مش 80 ولا 8 مليون دولار. بتعرفوا تشتغلوا سياسه انتوا. طوال تلبس كرافتتك دي، شفت تلبس شراباتك، تاخد تشيل الجوجو بتاعك تجري تعمل لك مؤتمر صحفي طوالي تتكلم فيه عن الكلام اللي اتقال ده. نحن المحكمه لا تمتلك، ونحن والله نمتلك ما يكفي، لانه نحاكم ناسنا هنا وبناكلهم وبنشربهم. محكمه ما قادر تلتزم باكل وشراب بتاع زول. قادين لنا الجنائيه من 2000 وكم هم شغالين. الوقت لو شغالين بيدقوا طوب اخضر كان عملوا قروش. محكمه دي شغاله كم سنه؟ بتمول لها كم سنه؟ متحد مول فيها لها كم سنه؟ لكن لقوك زول ضبصاي، زول بيقول لك جيب تديه. بعد شويه 8 تقال 8 و10 و13 بتاعتي كم باخره بتاعت قمح. عشان خير يخلوك مرزوع محاصر كده، خير يخلوك قاعد كده. ما يرفعوك ذاته، يرفعوك يعني بعد يشلحوك ويقلعوك ويدقوك ويرفعوك. الفائده شنو تاني؟ بكره يجيك فلان ناطي، والله بعد شويه يجيك زول يقول لك انا طالب البشير ده علبه السجاير يدفعك لها. بتاع طرحان ما دفعوا اي زول شفت بتاع لورنيش ما ورش لبيت الشغاله معودات ديك ما دفعت له، بيجي راجع بيقول لك بيرجع لك انت بالمطالبه، بيقول لك في سابقه قضائيه انك انت دفعتها عن الناس دي، فانت الان ملزم بانك تدفع. انك انت صاحب السابقه ذاتك، ما قدرت تتكلم ثاني. هسه نحن طالبين نواه، هسه طالبين نواه ادفعوا علينا. تدفعوا سايب تدفعوا شوفوا الكلام ده الايام الجايه. اي زول فرحان ويقورك وبتاع يشوف الايام الجايه. بكره طالع عشان مطالبك مرحب ذاك الشارع، طالع عشان بن سودا ولا طالع عشان يرفعوك ونزلوك، خلاص موضوعك انتهى، امشي اقعد في بيتكم ما في مشكله، لكن ما تفلقنا. انت اصلا كنت طالع بتشارك عشان التغريده بتاعت ترامب دي، تمام؟ فهمونا الحاجه ذاتك اللي احنا والله طلعنا الثوره دي كلها عشان ترامب ده يكتب لنا تغريده ما عادل الحبر اللي كتبها بها عشان نحتفل. هو بالمناسبه ذات والله صحيح، والله صحيح العيد طشاش في بلد العيم يشوف، وصحيح ما شاف البحر تخلع الترعه. والله العظيم بجد الحاصل هسه من العبط والهبل بتاع الحكومه بتاعت قحط دي، والله ده ذاته عدم شوف البحر. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني حمدوك امبارح مؤتمر صحفي بعد اقل من ساعتين من التغريده، ده مش كان جاهز. دي الحاجه المفترض يعمل فيها هو بارد وثقيل وكده، وهم قاموا بواجبهم تجاه الانسانيه، ونحن موضوع ده بعد خيبتك اللي سويتها دي كان ممكن تظهر بشكل ارجل شويه، لكن جاي تشكر طوال تشكره على شنو؟ انت ارهابي، انت تشكره؟ بتتذلوا للناس كده مالكم؟ دارين منهم شنو؟ طوالي جايين جاري الفرح الهستيري بتاعكم ده يا هو بس كلام حبوبتي. ما شفتوا البحر انتوا ما شفتوا الانتصارات، انتوا ما شفتوا الانجاز معنا. ما بتعرفوا الانجاز شكله عامل كيف، ما بتعرفوا النهضه كيف، انتوا ما بتعرفوا البلد اللي مسكتوها دي شنو فاهم شنو. عشان كده فرحانين جديد، لانه ما شفتوا البحر. خالعاكم الترعه بتاعت ترامب اللي حتنشف دي، الترعه الموسميه دي. واحدة جاية فرحانة أنا هعمل لقاء مع فلان وفلان. يا أخوي صلى على النبي، هوي أنا أصحى الصباح ما أجيب لك كوم بتاع طماطم مكسورة ده نعمل لنا ملاعب بتاع أم شغيمية. مشينا لقينا كوم الطماطم المكسورة وامبارح كان ب 100 جنيه، الليلة ب 100 جنيه.
ترامب ده يبيع القرار ويشرب مويته. ده الواقع حق الشعب السوداني، ده الواقع الان كده. خلونا من الكلام الكثير ده، نزلونا ورقات هنا. بكره دي الناس الصباح قبل ده تعرف الفرق، شوف التاثير حق القرار ده في السوق شنو. بس ده الواقع هسه في السودان. الناس قاعد بالعربي، الناس الان وضعها دخلت في مرحله الجوع. عشان كده الكلام الفارغ ده ولا بيؤثر ولا بيحل لكم في الفيس هنا، لكن والله في الواطه ولا بحل لكم ولا بحل لكم. بحل لكم قفل الكباري ده ما بحل لكم. شوفوا البشير سوى شنو، ابدوا من محل وقف البشير غناصه في كملوا ما اي شيء في سووه بالمناسبه كله، ما تقلوا ادبكم كله. شفتوا الشباب ديل جربتوهم انتم لكن نسيتم يعني. الناس مفتكرين قفل الكباري بتاعت خلاص خوفوا الشباب يعني، مثلا خوفتوهم يعني. هو انت بتمارس السلوك الكيزاني شنو؟ انت بتجرب المجرب، ما التخويف ده جربوا الكيزان، عملوا نفس حركاتك دي كله بالمناسبه. المضايقات الامنيه الغير، الاعتقالات، السجون، البتاع، التخويف، كله سووا يعني. شوف انت شنو في شنو جديد ممكن تعمله عشان يكونوا ما عملوا الكيزان، عشان توقف بيه المد الثوري. 21 اكتوبر طالع، لو طلعوا 3 طالعين، لو طلعوا 10 بيطلعوا. شفت نحن اول شيء ضامنين الناس نحن طالعين كده، نحن كطرح قادم طالعين، شبابنا طالعين. الدار يقعد في بيتهم يقعد، نحن كطرح قادم طالعين. لو ترامب ده جا بكره شفتوا شايل معاه شنطه بتاعت قروش وقال لكم هاكم دي مليار، نحن طالعين. ولو خدتونا نحن الالفه يعني، لو شفتوا مش ترامب ده بكره لو باقي الليل ده جانا نحن قال الله عينت السودان ده الفه على الدول، حدد منو الراعي الارهاب ومنو ما راعي الارهاب، زي شله المزرعه بتاعتكم دي يخطوكم الفه، تحددوا منو عنده وطنيه منو ما عنده وطنيه. يكون عندكم يخطوكم انتوا ذاتكم، تبقوا انتوا الوطنوميتر، انتوا الارهابوميتر. تمام؟ حمدوك ده يجوا يخطوا ويشغلوا ارهابوميتر، ما حنرضى، خليه يرفعوك. تبقى انت اللي بترفع وتنزل، ما حنرضى. نحن كده راكبين راس خلاص. نحن بتكلم باسم الطرح القادم، احنا ركبنا راس ما راجعين تاني. انتهينا من قفلنا الباب ده. انت قحادي ما يتكلم معي، انت مع حمدوك ما يتكلم معي. بعاين لك الان بنفس النظره اللي كنت بعاين لك كيزان قبل السقوط. انت مش مع قحط، انت كوز بالنسبه لي. اي زول قحاتي ولا شكرا حمدوك، انا الان شايفك زي ما كنت بعاين لك كيزان زمان الثوره. لو الناس بيقولوا طالعين احنا بيتكلموا يجوا ينبذونا ويكتبوا لنا وبتاعوا فاكين جدادهم ينبذوا في الخاص وغيره ويعملوا ويتهموا بالباطل وعملوا فينا اي شيء. احنا الان انا واحد من الناس بعاين للقحاطه بنفس النظره كنت بعاين لك كذا. انا بالثوره انتهينا يعني. ما تتكلموا معانا كثير في الموضوع ده. الشارع ده يفصلوا بعد يوم، يفصل بعد بكره، يفصل بعد سنه، يفصل اكتوبر القادم، احنا مرقنا وما راجعين. وين الفاتح عز الدين؟ مذكرين الكلام ده ولا مذكرنا؟ نحن مرقنا وما راجعين. وشوفوا حتمشي وحتجي تلف الايام، والما طلع بكره اندم ويطلع اللي بعده. بتذكروا الكلام ده. موقف بكره ده اطلعوا فيه 10 فارحه رضيانين، اطلعوا 10 بس في كل محليه، اطلعوا 10 في الخرطوم و10 في ام درمان و10 في بحري. انا نثبت للتاريخ كده انه في 3 عشرات طلعوا في الخرطوم دي، ده بكره. لكن اتذكروا كلامي ده وخدتوا للتاريخ. اي زول ما طلع بكره بالذات اللي اثر فيهم القرار ده حيجوا يسفوا التراب بعد ذاك على انهم ما طلعوا معاكم، وحتكونوا انتوا طلعتوا اول، وحتجوا انتوا تشغلوهم التقنيه حقت الفار في الطلوع الجاي واللي ما حيكون بعيد قريب. يتذكروا الكلام ده كويس يا اخوانا. الناس الاسي ما طلعوا ديل زي ما ندموا. واحد جا قال انا والله لما اتذكر انا كنت بقول شكرا حمدوك وبقول تجمع المهنيين يمثلوني، قال والله برقد وبتوف على المروحه عشان التفاف يجيني في وشي، عشان حس بانه هو كان غبي قدر شنو. هسه الناس اللي بيفرحوا بهستيريا دي بعد فتره هيعرفوا انهم اغبياء قدر شنو، وهيعرفوا انه يفتوا الكلام بنقول فيه ده في جزء مفترض يكتبوه عديل يذاكروه. الدول الراسماليه دي قاعده تتعامل مع المجتمعات بتاعت العالم الثالث كيف. ده كلام في ناس مختصين فيه في المناسبة. يعني في ناس الواحد بيكون قرأ والجامعة وحضر دكتوراه وحضر وكتب أوراق علمية وغيره كله
بس بيكون يعني افنى بيكون 30 سنه ابحاث ودراسات بس في طريقه التعامل، مش مع افريقيا، مع القرن الافريقي. بس كده يقول لك مختص فلان الفلاني الباحث الدكتور البروف المختص في شؤون القرن الافريقي. لازم تعرفوا الناس اللي بيتعاملوا معانا كيف وعقليتهم كيف، والقرار ده حيفيد بعده يا اخواننا. يجي يقول لك انا واحد من الناس يعني ضد الترمم اللي مارسته الصين في السودان، لكن ضد انك تشترط علي طلوع الصين من السودان. انتوا تتكلموا عن اشتراطات ما مكتوبه، تكلموا عن 42 اشتراط اللي ادوا للبرهان في زيارته الاخيره. يحددوا لي منو يخش السوق بتاعهم منو ما يخش. هم الان من هسي بدوا يفتشوا في الاسواق بتاعتهم، دارين يفتحوا بيك انت سوق يا فارا، لانه انت سوقهم هم هناك منك انت فتحوه، دارين صمغ عربي وبيحددوا السعر هم بيشيلوا منك ومحاصرينك 30 سنه. اللي كان مضرب في ديسمبر حقه يضرب هسه. اي زول بالمناسبه، اي زول، كلامي ده عشان ما في زول بكره يغلط له على زول. ما دارين استفزاز العساكر بكره، ما دارين استفزاز في نص الثوار بكره. ممكن تحصل استفزازات، نحن جربنا استفزازاتهم وعارفين طريقتهم وخباستهم. اقبض ده كوز، اقبض ده ما عارف شنو، كانوا بيتعاملوا معانا نحن في المواكب دي بعدم احترام فيكم. ناس شافوا الكلام ده في الموكب بتاع 30 يونيو، في الموكب بتاع القضائيه. كان ممكن تحصل كوارث اليوم ذاك لو ما الناس اتمالكت اعصابها. فيا اخواننا ما يفتي ناس اي مجموعه بكره لو انتوا 10 ممكن يتاكد ممكن يحطوا في نصكم زول عشان يخلق فتنه. يا اهتفوا تاف ما كويس، يا اهتفوا تاف ما كويس، يا اما يفتنكم في بعض او يفتنكم في بعض. اعملوا حسابكم من دل. بكره الاحزاب حيكون ده دوره، والدار الموكب ينفذ حيكون ده شغله. ما في زول يرفع عليك هتاف اشتر، ما في زول يستفز لك قوات نظاميه. انت طالع عندك مطالب، ما عندك مشكله مع زول، عندك مشكله مع واقع، عندك مشكله مع واقع، ما عندك مشكله مع زول. انت طالع ما يقول لك حمدوك كويس، انا حمدوك حالاته تمام، مدني جراد كويس، ما في مشكله يا اخي، مدني ده كويس. انا اتكلم عن الواقع الذي خلفته الثوره، بتكلم عن الخطوات الخطوات البطيئه الماشيه بها دي كويس، ان كانت ماشيه اصلا يعني. فبس عشان ما نكتر على الناس كتير، اعملوا حسابكم ما تطلع برك، ما بتعرف ولا زول ما تطلع نهائي. والله المساله دي مهمه جدا يا اخوان، ما تطلع برك، ولازم تكون في نص ناس بتعرفهم، وما تتحركوا افراد، ما يتحركوا افراد. وسعوا قدر ما تقدروا، وما اي زول يطلع بتلفون. يعني مفترض المجموعات ذات تنسق انه احنا 5 انفار الطالعين بتلفوناتهم فلان وفلان، الثلاثه الباقيين ماشيين بدون تلفونات. ده مهمتهم التوثيق، ده عليكم حمايتهم. اللي بيتعاملوا معاهم ده هم الكيزان ذاتهم بصوره او باخرى، رضيت ولا ابيت، هذا هو الواقع. ده الواقع يا اخوانا الان الحاصل ده. دير الكيزان، قفير الكباري، التاتشرات، البومبان، الرصاص، الفتن، الشعارات، الكذب، سواقة الخلا، الرقيص، يا هم ذاتهم، يا هم ذاتهم. نحن بكره طالعين بس اتذكر انه الطلوع ضد واقع، ما ضد زول ولا مع زول، ضد واقع ولي مطالب بس. ولو يا اخوانا لو ما خلقنا فريق، يعني لو ما خلقنا فريق من نحن زمان ونحن هسه، ما مننا فايده يا اخوانا، ما مننا فايده. يعني لو حنطلع الموكب نفس موكب زمان احنا ما فاهمين اي شيء. انا افضل لي موكب يطلعوا فيه بدل 10,000 يطلعوا فيه 1000، لكن 1000 يكونوا فاهمين وعارفين واعيين وحيرجعوا يواصلوا كيف، وحيجيفوا 200 وكيف وين. لازم يا اخوانا، لازم يكون في فريق. لازم السائر طلع 2018 2019 يكون اتطور يا اخوانا. التلفونات دي بحدثوها يا اخي، ولو ما يلقوا طريقه تحديث بيغيروا لك الاسم ساي والشكل بتاع التلفون يعني، لكن نفس الذاكره كم جيجا ونفس السرعه بتاعته وكده، لكن بغير لك الشكل وبيدوك له موديل جديد. السائر ده مفترض يمشي يتطور مع الاحداث دي. خلنا ما انت ما ترس، انت ما طوبه، انت زول، انت بني ادم. بكره يا اخوانا لازم نسمع الهتاف بتاع للجوع ولا الكيزان. لازم نسمع يا اخوانا، لازم. انا انسان لا الجوع ولا الكيزان، انا ضد الكيزان لكن ضد الجوع برضه. انا ما بقول، والله ما اقولها، والله ما بقولها. ما تقول لي الجوع ولا الكيزان، يعني يديك الكيزان ياكلوك نحن نجوعك، لا لا لا.
لا يا اخي، في ناس مساكين بسيطين يعبدون الله على حرف، في ناس ما بعرفوا السياسه دي كله، ولا بعرفوا البشير ولا بعرفوا منو ولا بعرفوا منو. يا اخي ديل لو قلت لهم الجوع على الكيزان بقول لك هون الكيزان ديل وينهم بين وصفوا لنا نمشي لهم. ما دايرين الجوع، ما عندهم ذنب ديل. البلد دي فيها ناس عمرهم ما شافوا تعليم ولا صحة في الكيزان وقبل الكيزان وقبل الكيزان، ناس الأنقسنة شرق السودان وين حتات كتير جدا في البلد دي. وخليك عارف ان الحتات دي ما في دارفور، يعني الأنقسنة دي قبائل الأنقسنة هي النيل الأزرق. ما عشان ما أي شيء يكون مربوط بالهامش، طوال كلمة هامش ترى ذاتها بمنطقة محددة. ما عندهم تعليم، ما عندهم أي حاجة، ما وصلوا أي شيء. ديل انت لما تهتف نيابة عنهم الجوع ولا الكيسان، ديل في رقبتك انت لما انت تقول لي والله يا اخي الجوع ولا الكيسان، في زول في عمره ولا والله ما سمع رادي ذاته. وده الانسان المنتج في السودان، وده الزول البسيط، وده الاسا بيعاني معاناة شديدة جدا جدا. انا لما اطلع في موكب ولا اكتب بوست اقول والله الجوع ولا الكيسان، انا متاكد انا اكلتها وعندي حق النت ذاته اللي خلاني انا اكتب الحمد لله. اول حاجه الحمد لله رب العالمين، انا والله فطرتها الحمد لله، انا ذات الليله فطرتها واتغديت ومنشط النت واموري طيبه الحمد لله. فلا يمكن وانا في الحاله دي بوضعي ده، انا بتكلم عن نفسي انا عثمان زنون، ما ممكن اكون انا فطرتها كويس واتغديت ومنشط 12 جيجا انترنت واموري طيبه الحمد لله رب العالمين، واجي اقيف اقول الجوع. انا هنا بحتف بالجوع لانه انا ما جعان الحمد لله رب العالمين، واعوذ بالله من انا. لكن انا فطرت واتغديت الحمد لله رب العالمين. لما نجي اقول الجوع، انا هنا الناس اللي انا بناضل نيابه عنهم اديتهم الخيار الاول جوع. عشان كده 1000 كلمه زي ما قال واحد من الناس زمان، 1000 كلمه في وصف الجوع ما بتعادل صرخه واحده من صرخات الناس الجائعين. 1000 كلمه في وصف الجوع لا تعادل صرخه من صرخات الجائعين. عشان كده انت ابسط حاجه عندك تقول الجوع، واتحدى زول من الناس اللي بيقولوا الجوع ده يكون هو جيعان ولا عارف الجوع شكله كيف، عشان ترفع عليك شعار ساي تمرر في بلد 30 مليون فيها ما عندهم فيسبوك، 15 ل 20 مليون فيها جيعانين وبيعانوا، ما جوع ساي جوع. البلد ده عليكم والله الناس اللي عندهم فيها هيلث انشورنس كم في السودان؟ المؤمنين على روحهم في الصحيين كم في السودان؟ كم نفر؟ تأمين شامل كم؟ انت عارف بعد الجوع المرض، الموت. الزول الجعان ده هو الأقرب لأنه يمرض وأسهل لأنه يمرض وفاقد المناعة وغيره. الجوع المرض الموت. عندك كم انت تأمين صحي في السودان عشان تجوع على الناس اللي ما قادر تعالجهم، ما قادر توفر لهم. يا اخي انت جبت لك كم حبه بتاعت كلوروكين قبل كم يوم، عامل لها مؤتمر صحفي محتفلين بمليون حبه بتاعت كلوروكين جابوها، مليون حبه بتاعت ملاريا، انا ما عارف اسم العلاج الان شغال ذاته، كل مره بجربوا فيها زي فيران التجربه، وهم هناك ذاتهم هم نفسهم عندهم حبوب تبلعها ما تجيك الملاريا زمن طويل جدا. لا ما عندهم معك شغله ولا وصوا لك في العلاج ده، يدوك انت حد التغنيه اللي بيخليك انت مستهلك تشتري منهم مليون حبه و40 مليون بكره كده طوالي باستمرار تكون انت مستهلك. لكن هسه الحبوب حقت الملاريا عند الامريكان، وفي ناس بيشاهدوا فينا الان عندهم حبوب بتاخدها لو انت طالع ما بيجيك ملاريا ثاني 10 سنه، ما عارف كم سنه عشان ما اكون جاهل زي، لكن عندهم حبوب بيدوك لها ما بيجيك ملاريا ثاني، قاعده متوفره عندهم. لكن ولا دي ما صنعها للسوق اصلا، عشان تصل افريقيا تستهلك الادويه من الدول الراسماليه دي ومن شركاتهم، ويضربوا شركات الدواء دي عشان يدخلوا شركاتهم هم، ويوقعوا معاك التطبيع ده عشان لسه يحولوك لمستهلك. ولو خيرات بلدك قامت رجعت لك، لو خيرات بلدك رجعت لك برضه حيستنزفوها منك هم بشكل بتاع تحويلك لزول استهلاكي زي الخليج ده. بالمناسبه زي الخليج ده لو ركزتوا في عندهم القروش، لكن الخليج ده بكره لو جفت الابار حقتهم دي بعد بكره بيشحدوا. ما تقول لي صندوق سيادي ولا غيره، صندوق السيادي ذات ما بيتلين فيه ثاني. والله جمدناه لكده والارصده دي مجمده لكده، تلقى روحك مرتب قد القفه، بس قايلين عندهم صندوق سيادي لو دارت قروشك دي بكره بتلمها.
يقول لك بنتاجر في كده ومشترين شركات شنو، مشترين فرق شنو في بريطانيا، قروش كلها مستثمرينها في اوروبا، رجوع ذاته بعدين مشكله. محولين ولا مستهلكين قاعدين تجوا شنو غير البترول ده؟ انتج لحد الليله بيستوردوا اي شيء مستورد عندهم، محولينهم لمستهلكين في اي شيء، في الثقافه، في السوق، في اي حاجه، في العلم ده مستهلكين. واحد بيشيل بيدفع الاف الدولارات عشان يقول انا قريت في جامعه كده. مستهلكين في اي شيء، ما فكروا في انه يوطنوا الانتاج ده عندهم، ما فكروا في انه والله يا اخي نحن دول الخليج دي اتحادهم اللي عاملينه ده، والله دوله كده تخصص لنا في التعليم كده في صناعه السيارات، ما عندهم ذات شغل. عندهم كم اتحاد عملوه وفرتقوا، بيتشاكلوا في نعجه ولا يتشاكلون في واحد عفص له ضنب خروف بتاع الثاني، ممكن يتفرتقوا بكره. هيحولوك. شفت السودان ده لو خلوك اتطورت حبه هيخلوك تتطور عشان تستهلك، عشان يزيدوا بك العائد الكلي بتاعهم في الاقتصاد. تنتج قدر اللي حيشيلوا منكم. يا اخي السعوديه هسه قادره تنتج في البترول مكمله طاقتها في الانتاج؟ ما مكمله. ليه؟ عشان تضخ، عشان السوق ده ما ينزل، عشان هم منتجين برضه. مع انه السعوديه قاعد تقول من زمان، الملك عبد الله بيقول احنا والله قادرين ننتج بترول، يعني قادرين نتحمل نزول الاسعار، لانه الانتاج ما مكلف عندهم. الانتاج هناك البترول الصخري مكلف، ديل ما مكلف عندهم. وعمل واحد من الملوك ربنا يرحمه قبل الفات ولا الفات ما عارف، ضخ البترول، خلى البترول نزل وقعد خلف كراعه. جرس العالم ده كله، جرس الاوبك وجرس الدول المنتجه للبترول كلها. دول بنمشيها عشان نحن خلاص الحته دي استنفذنا فيها، استنفذوا اغراضهم فيها هنا. خلاص مفترض نمشي الخطوه اللي بعدها عشان ننجز اليوم، ما لينا. ان شاء الله يجي اليوم اللي ننجز لروحنا نحن، وننجز لبلدنا نحن، ننجز لسوداننا، بدل ما ننجز للناس، ندفع للناس. كويس. واي حكومه، اي حكومه تقفل الكباري فهي كوزه. من قفل الكباري فهو كوز، ومن شكك في الثوار فهو كوز. قولوا لي كيف؟ من شكك في الثوار فهو كوز، لانه نفس السياسات حقت الكيزان بالكربون. شو زاز افاق ديل مخربين، ديل عليكم الله. الكلام ده ما قد اضانكم دي قبل كده يا اخواننا. ديل مخربين، ديل شو زاز افاق، ديل ما عارف شنو، ديل شنو. من شكك في الثوار فهو كوز، ومن اغلق الكباري فهو كوز، ومن اطلق الرصاص فهو كوز، ومن اطلق البومبان فهو كوز. وقع. انتوا الكيزان واللي بتسووا فيه ده حق الكيزان، شغلكم التسووا فيه ده حق الكيزان عديل بخشم الباب، اتعلمتوا كله منهم. وهسه قال لك الكيزان قاعد يتلملموا كلهم تحت رايه صلاح قوش. شايف الدكتوره ديك الليله كاتبه لها بوست كده على استحياء كده تمجد في صلاح قوش. شايفهم جايين لكم بالباب والورا، جزء من الصفوه حقت الامريكان. الله يا اخي، خلنا انا كل مره بطلع كده، مرات بطلع بعيد من الموضوع، لانه هسه كده خلاص داير اطلع. كنت هخش عليه في موضوع تاني انتهي منه ليه بعد بكره. الناس اللي ما طالعين بكره عليكم الله اقل شيء، اذا انتوا فعلا ثوار. الناس اللي ما طالعين، بكره، عشان يوم بكره ده ما يفرتق الناس. الناس اللي ما طالعين عليكم الله بس هاي كده قولوا ربنا يحفظهم، لانه ديل اخوانك ذاتهم، ديل اخوانك يا بلد. ديل اخوانك يا بلد، ديل الناس اللي كانوا معاك في المواكب ذاتهم. امشي شوف الناس الموقعين على 21 اكتوبر طالعين بكره كم، شوفهم منو، هتعرف انه ثوار حقيقيين. اقل شيء يقول ربنا يحفظهم بس بكره. انت متخاذل عنهم، انت خلاص قررت تستسلم في نص الطريق. وقال لك ما شفت اي زول يقوم بنصف ثوره فحفر قبره. ده اللي بيحصل الان في السودان. لو وقفت هنا ده نص الثوره، وده نص الشارع، وده نص الطريق، وده حفر القبر ذاته. ده القبر اللي انت حفرته كده. عشان كده يا اخوانا ما طالع ما مشكله، ما تطلع، بس ما تخسر اخوانك دول.
ما تقول كلام شين تندم عليه، ما تقول كلام لما تجي ترجع له وتخجل عليه. ناسكم دي لسه كلهم خجلانين، كلهم هسه نذكرهم. ما قلنا لكم لما نذكرهم انت قاعد بتوجعهم ليه؟ لانه خجلانين. فما تقول كلام تخجل عليهم. عندهم صحفيين كبار اللي كتبوا قالوا الدولار حينزل والبلد حيحصل وحيحصل وحيحصل. حصل شنو؟ خلنا عليكم الله الزول لما يجي يقول كلام. يعني ناس شكرا حمدوك ده اللي لحد هنا كويسين، شكرا حمدوك ده حقك. تمام؟ والجدال الفاكينه ده مع حدود الادب ما عندنا مشكله، لكن ما لو انت فعلا ما جداد. انا في شايف ناس كتار هم سوار حقيقيين لكن عندهم راي في يوم بكره، ما في مشكله. مشكله يا اخوي انت زول يعني متزن وبتفكر وبتقرر براك، وفكرت نيابه عن نفسك انه والله يوم بكره ده لا يصلح للثوره، ما في مشكله، ما في مشكله. لكن ما تشكك في الناس، ما تشكك في الناس، ما تقول كلام ما يرجع بعدين، لان انت ذاتك حتندم على انك انت ما طلعت مع الناس دي. الناس الطالعين بكره ده ما في ميزه اللي حيندم. ودي قاعدين نقولها بكل فخر الدنيا، ما عندنا كلمه قلنا لي زول صدقها وما شبهها ندم عليها. انا لحد الليله ما في زول جاني راجع قال لي يا زنون انت ما قلت لنا كده، ما حصل عديل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وذلك الفضل من الله. لكن انتوا كل مره الناس بيقطعوا لكم يقول لكم انتوا ما قلتوا كده. زنون بيقطعوا له لانه قال كلمه حاره، بيقطعوا له لانه تلفظ، بيقطعوا له لانه قال كلام ما فهموه، بيقطعوا الحتات دي. لكن ما في راجل قطع كلام لزنون جابه قال شوفوا يا جماعه زنون ده سنه 2018 ل 2019 قال كده وعانوا ده كلامه هسه كده. ليه هسه ما في راجل ولا في راجل حيقدر يعملها؟ ما في اي راجل حيقدر يعملها. يمشي يقطع دي المقاطع قاعده ولا قاعد نمسحها ولا قاعد نحذفها ولا بتاع مشتته في اليوتيوب وفي الفيس في اي حته. كلامنا ده ثابت لمن يعني اللسان لو بيزهج كان زهج. لكن الناس اللي بنططوا زي تصير سيري البشير شكرا حمدو، شكرا عش الجبل، شكرا ديل اللخبطه بتعفن. فما طالع بكره عليكم الله يا اما يساعدنا بالسكات والمويه البارده ولا بالدعوات للناس زي ربنا يحفظهم. نحن ايام المواقف دي ما قاعدين ننوم عديل، بس بيكون همنا كله الناس دي تطلع سليمه امنه. بس شفت عندنا انجح موقف هو الموقف اللي ما فيه خسائر. بس عشان كده بنحذر كتير انه ناس الشرطه احسن تكفوا يدكم واقيموا القانون. الصلاه دي بشغلتكم تقيموها ولا ما تقيموها، لا كفوا يدكم من السؤال ده واقيموا دوله القانون في السودان. ما دارين اكتر من كده. بعد يوم بكره الزول في حد كتير جدا محجم ما قادر يتكلم فيها. بعد يوم 21 اكتوبر ده عندنا كلام كتير لو ربنا مد في الايام والاجال، كميه من الحاجات لازم نقعد نتناقش. وانا افتكر الفتره اللي فاتت ضيعت حاجات كتير جدا وضيعت فرص ما عندها علاقه بالثوره، فرص انا ما اعرف. لكن يعني مرات الزول بيحس بانه التركيز ده مسؤوليه كتير. بقول الكلام ده لكن انا ما تحملتها صح. ان شاء الله بعد 21 اكتوبر دي تمشي ونشوف اللي بعد شنو. انا ما عارف ولا بقول اللي بيحصل بعد شنو، الله اعلم. لكن ايا كان اللي بيحصل بعد 20 اكتوبر، ايا كان اللي بيحصل، انا واحد من الناس ماسك شارع ماشي بيه الماشي مرحب به. الطرح ده ذاته فيه ناس كتار حيقعوا الفتره الجايه دي لانه الطريق ده ذاته فيه حاجات المفروض تتغير. يعني انا حاسس ان احنا مشينا في الدرب ذاته بدون ما نحس حبه حبه حنبقى احزاب، حنبقى نحن ذاتنا احزاب. يا اخوانا ممكن الزول يحارب في حاجه لانها غلط دايره تتصلح ويجي يبقى زيها، مش احزاب لانه الحزب حاجه كعبه. لا، اتكلم عن طبيعه الاحزاب السودانيه وتكوينها وتركيبها وسلوكها ان احنا ماشيين نبقى زيها كده بعد شويه. فلازم نقيف والوقفه حاره عشان نغير وعشان نبقى صادقين مع روحنا. الفتره الجايه في شغل كتير بين قوسين انا مسميه تحدي، هو برنامج كامل. انا ما قاعد اكتب كتير يعني اصلا ما زول الكتابه ولا كده، ما قاعد الخص من المدرسه وكده، لكن كاتب لي زي ورقه اسمها تحدي. ما حنشره هسه لانه ده ما هو كده في اليومين ده اللي كم يوم متردد فيها. نخليها بعد اكتوبر ايا كان حصل شنو. انا داخل تحدي واي زول ما داخله انا. يعني انا ما حقعد اقول للناس تاني اعملوا اي شيء. انا حاتكلم عنه حقوم اشتغل عليه. يعني ممكن شهر ما اشتغل لايف، لكن حكون اللايف اللي اشتغلته قبل شهر ده فيه كلمه بتكلف الناس شهر. انا قدام الناس لو جيت طلعت لايف كتبت عملتها حكون بتكلم عن الكلمه دي. يعني انا الليله قلت لكم يا اخواننا، واديكم مثال في محلات بتاعت زومبا بتاعت البنات دي، محلات بتاعت الرياضة الجيم بتاع الأولاد، محلات بتاعت. أنت أول ما تخش بتعلق شنو يا أخوانا؟ أول ما تيجي تسجل في محل بتعلق شنو؟ بتعلق الكوتش. الواحد كان نار سجل في الزومبا بتعلق الكوتش، مع إنه الكوتش يمكن تكون كانت
رجلها مكسوره لها 5 شهور ما تحركت، اثرت على المزاج. ممكن تكون كانت محبوسه، راجلها ميت، ممكن في اسباب ممكن تخليها كده. لا انت ما حتبحث ورا الاسباب، انت بس حتاخد بانطباعيه كده، حتعاين للكوتش. ممكن تكون هي الحاجه دي خلقت الله، ممكن تكون هي ما جابتها بالزومبا، لكن لا انت بتلقى نفسك لا خلاص القصه عندك ما التدريب ولا بس الكوتش ده بس زول ترتبط به هو كده، وتلقى روحك بعد 100 سنه ما زيه. طيب في زول بيخش الجيم بعين الكوتش. نحن هنا هسه في اللايفات دي الكوتش قاعد ورا الشاشه، ما انا ما اعوذ بالله، انا خلينا دارس على الفايز، على اللي بيفهمها صح يفهمها صح. طيب اللي هو انا المنظرات، طيب مرات بنظر في حاجات وانا قاعد ورا الشاشه. ليه ما في حاجات نحن من ورا الشاشه دي بنرتبط بيها بشكل عملي؟ انه يا اخواننا مش دارين نعمل نمشي نردم لنا حفره ولا ترعه، لا لا على روحنا يعني كده. يعني الناس الشغالين صح مثلا هسه في السلفيين ديل يقول لك تعال نحفظ 10 صفحات بالإناء ويبدا. انا بالنسبه لي ده شغل حسب فكرهم وحسب ايمانهم، ده شغل سمح جدا وده شغل عملي، لانه متواصلين عاملين جروبات انت سمع لي وانا اسمع لك. احنا قاعدين نعمل شنو كده هسه؟ نحن كطرح قادم التجربة العملية، الانتقال للعملية اللي فيها محاسبة يومية، اللي فيها التزام، انه احنا هنعمل كده كويس، هنقرا كتاب كده. انا هي ما هنقرا، هي بعد القصة ما اقرا، القصة كبيرة اكبر من قراءة. لكن كمثال كم مرة قعدنا اتفقنا نقرا كتاب ونجي نناقشه؟ كم مرة جبنا الدستور الزمنا كل الناس تقراه وتكتب عنه مذكرات؟ يعني احنا بنتطور كيف؟ نحن هنبقى سياسيين كيف؟ نحن ذاتنا السياسة بالنسبة نحن بنستقبل الخلل ليه؟ يعني انا اتكلم عن شغل مفترض انه نتيجه صار بعد زمن طويل لقدام بيضحكوا عليه بس زي السفينه بتاعت نوح دي يقعدوا يضحكوا عليه الناس، لكن بيجي يوم انت بتموت ولا بتفوت والشغل ده بتجيب اثر في البلد دي كلها كده. لا يعني ها وبعد ذاك بزنون يا سلام وصفقنا ومشينا. احنا ذاتنا بيسوقونا بالخلا ديل، دايرين نبقى ما بنستقبل الخلا. كيف ما بنستقبل الخلا؟ كمثال ونعمل شنو؟ ونعمله فعلا ونسجل له برامج وننزل له تطبيقات ونشتغل فيه. الكلام ده ما حلم كبير، دي حاجه بسيطه انا افتكر انه ممكن تتم بعد اكتوبر طوالي ممكن نخش فيها. الخاش مرحب، والتحدي الاول انا مجهزه، اول تحدي انا مجهزه كده عديل وحاشتغل فيه بيان بالعمل. وناس كتار حيشاركوا فيه وحيكون حدث، لكن حيغير في العقليه بتاعت الناس ذاته. في ان احنا كلمه اوباما اللي قالها زمان بتاعت يس وي كان ديك، ولا هو قال انه ما عارف، هاي بنقدر نحن بنقدر. ما خلاص كل مره قاعد نغلط ونقع ونقوم ونقع ويغشونا هلا 200. نحن لازم ناخد حد، الحد ده بيتخطى كيف؟ دي التحديات اللي احنا هناخدها. التحدي الاول ما عنده علاقه، التحدي الاول اناني جدا، والتحدي الاول عقده شخصيه داير افكها. في ناس كتار بتقول عندهم نفس العقده دي، داير افكها وداير افكها بشكل جماعي، وداير اعمل لها برنامج ونسجل لها 100 نفر مثلا ونقول حنفكها في 3 شهور ونشتغل 3 شهور بعد ذاك نشوف نفك العقده دي كم. كمثال يعني لو انت قلت 3 شهور حاجه طويله، في ناس كتار بينسحبوا. لا لا احنا حنقول حاجات ل3 سنين ذاته لقدام حنشتغل عليها يوميا، نشتغل على حسب بعد 3 سنين دي قاعد تمشي. الثوره من بدات لحد هسه داخله على السنه الثالثه 21 قربت. ابقوا طيبين، ابقوا طيبين وربنا يحفظكم. الناس الطالعين بكره ربنا يحفظكم، الناس اللي ما طالعين ربنا يهديكم. الجداد اللي ما منه امل حيتم حظره بعد اللايف. ما ناكر الحاجه دي خلاص بعد اللايف ان شاء الله. شايف في التعليقات انا ما يعني بقرا التعليقات، بقيت زمان ما قاعد اقرا، لكن حاليا قاعد اقرا اي تعليق صار قدامي. ففعليا شايف كميه من الحاجات. ده واحد هنا كاتب ونيش سحاب ما عارف هنا. يا اخي تعال نعمل لك اعلان عديل، خلي بعد الثوره دي تنتهي الموضوع ننجزه، تعال نكتب لك اعلان عديل للونش السحاب بتاعك ده وصور ونرفعه لك ونوريك شغال في داير، ما عندنا مشكله نساعدك في الموضوع. لكن ما هسه عندنا هدف بتاع بكره، شايلين هم الشباب بكره كويس. الناس اللي بتسيء زي بتنبذ وغيره دي بعد الله ان شاء الله حتتحذر. انا بقرا من قبل شايف الناس بيشتكوا من كم اسلوب غلط في التعليق، مش في التعليق ذاته، في الاسلوب الغلط. النصيحه الاخيره بالنسبه للاساليب الغلط دي يا اخوانا، لو زول نبذنا ما تنبذوا. هل انا ممكن احذره ما عندي مشكله واحذف التعليق واي شيء، لكن ما تنبذ انت، ما في فرق بينك وبينه. لو زول نبذ لك امك ما تنبذ لهم، ده ما هو مبرر، ما هو برر. زول ادى اختك كف، انت مش تدي اخته كف؟ انت ما جيت حقك منه، انت عملت كده ضحيتين في الموضوع، في مجرمين بيقوا في الموضوع، اديه هو كف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اداك كف، ادى زول كف، انت مش تدي له انت زول هناك كف؟ ما ينفع. فاخوانا لو زول نبذ
يقول لك غلط، لكن ما تستخدم نفس اسلوبه. انت زعلان ليه؟ انت من حقك تزعل. يعني اذا زول بيقول كلام كعب في بوست، انت تقدر ترد له بكلام اقعد منه، انت ما احسن منه في الاسلوب. يعني زول يقول لك تيت تيت، تقول له انت كلامك كده يا تيت تيت، وتنطق التيت تيت دي زاد الترجمه بالكلام وتقول عديل كده وتكتبها له، ما في فرق بينك وبينه. انت من حقك تزعل منه، انه انت ده اسلوبه. يا هو بالظبط زي قحتي دي، قلت لك ما من حقها تزعل من الكيزان. احنا بعد سنه ونص نيجي نكتشف انه قحتي دي في سؤال كانت زعلانه من الكيزان في شنو؟ طيب سقطتهم ليه؟ ما في فرق. لازم يبقى في تميز بينك وبين الزول انت بتنتقد فيه، في اختلاف في فهمك، في اسلوبك، في سلوكك، في غيره. دار تدافع عننا ما تنبس. زول نبذنا يا رد يا يتجاوزوا، لكن ما تنبذ زول. عشان كده قبل فتره قلت لك انا قاعد احذر اي زول بينبذ ولا بنبذ دي كله ما بتنبذ مع زول. مع انه انا ذاتي مرات قاعد انفعل كده، لكن ما بنبذ لك اهلك، بنبذك انت ذاتك. لكن هسه الناس اللي حيخطوا القانون بتاع قحط، القانون بتاع اللي حيخطوا، تقول لك والله فلان ده انا حاسس انه نتيجه علاقه غير شرعيه بين فلان وفلان. هسه فلان وفلان ده كان فتحوا فيك بلاغ وجابوا شهود انه البوست ده كان قاعد في صفحتك حتى لو حذفتيه. انا بتكلم مع الزول الدايره توضع قانون للناس ودايره تحل مشكله مجتمع. تكتب لك بوست زي ده تقول فلان ده بالاسم وبالصوره، يعني ده ما في طريقه تقول انا ما قاصده، ده اسمه الزول المعروف المعين، يعني معين عينته انت حددته ورفعت صورته. والزول الثاني يعني يمكن بس الماما اميره ما تقدر تشتكي شديد كده، لكن دكتور عبد الحي ممكن، لان انت كتبت الدكتور عبد الحي يوسف، يعني كتبت الاسم كامل وجبت الزول. يعني خلاص انت معناتها حضرت الموضوع ده، ده معناتها ده ما كلام زول يعني داخله احساس بس كده انه الزول ده نتيجه علاقه غير شرعيه. لا انت كنت حاضر، انت ذاتك الجد شغله كده، شكلك انت ذاتك جبتيهم لبعض، لانه ده زول عارفهم بالصوره وحافظهم. شوف الكلام ده حصل قبل كم سنه، وانت هسه حافظ المولود انت، انا حاضر العمليه دي ومشارك فيها، وانت جبت له المويه البارده. بس انا ما احتمال الا كده، انا ما بعرف وما عارف، لكن اذا هم عملوا كده انت عرفت منين؟ كنت حاضر؟ الله اعلم. دي اخلاق الناس اللي حيخطوا القانون بتاعهم. وربنا يعين البلد دي، وربنا يحفظ البلد دي، بس ربنا يحفظ البلد دي من شرورهم ومن جهلهم ومن تخلفهم. ربنا يحفظ السودان باذن الله تعالى، وحيحفظ السودان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انا داير اثبت تعليق حتى بعد ذاك اعمل البلوك للزول. ايوه ثبت لك التعليق. خلاص انتهينا من الله في خانة. ناس بكره ربنا يوفقكم، ربنا يحفظكم، شدوا حيلكم و مواصلين. لو في زول طالع بس يوم بكره عشان يطلع بس ويرجع، ده ما يطلع. لازم تطلع وتسقط لما تظبط. طيب الزول ده انا ما عارف، انا مثبت التعليق، بديك فرصه تعدل التعليق. الجداد الحايمه دي شكله كتكوت صغير كده. كده زول لايف انت ما عندك شغل. شفت العشاء بلبن يا حبيبي؟ الزول لايف ده هو واحد من ناس اجعلوا الثوره ضد الكيزان، وباللايفات دي ذاتها حصلت احداث لا نمن على زول ولا بنقول لزول قول لنا شكرا. لكن انت شكلك ما من الثوار الاوائل، انت من ثوار الجو متاخرين شديد. لانه زول لايف ده ذاته يا هو ذاته نفس اللي حصل الليله ده كان بيحصل في كل موكب، ما جديد يعني. ده ما جديد، ده كان بيحصل في كل موكب. ولو كداك ما كان زول لايف، كان بيحصل قبل كل موكب وبعد كل موكب. يا هو زول لايف ده ذاته ما عندي شغل. ده انا ما اعرف انت قاصد باش، لكن لو جيت اناسبك ممكن تسالني موضوع الشغل ده كويس، قول لي انت عندك شغل ولا ما عندك شغل. اي زول قاعد يسال السؤال ده قول لي انا لما اجي اناسبك ولا انا بتاع. اي زول يقول لي انت شين وشك حامض، تعليقات كثيره بالمناسبه انا جيت مر فيها. بيقول لك انت وشك حامض ده. انا ما داير اناسبك يعني كويس، وانا ما داير ابقى صاحبك، وانا ما دايرك تحبني، وانت انا ما داير اتشكسك ولا داير اخطبك ولا بتلزميني. فالبيني وبينك وطن، تمام؟ فكره العبط اللي بيسووه ده وشك حامض يا وهمي يا ما عارف، يحفظوكم جمل. يعني انا بتكلم في مواضيع لو ما ناس بليدين متخلفين حمير زي الجداد بتاع قحتي ديل ممكن يدفعوا قروش عشان يقعدوا يسمعوا الكلام ده. انا واثق من نفسي ومقدراتي كويس،
الحمد لله رب العالمين، واثق لدرجه انه اصبعي ده ممكن ادخله يعني في اضان اي زول في قحطتي، وادخله في عين اي زول، وادخله في حلقه شفت اصبعي، واثق من نفسي جدا جدا جدا. فمرات بكون بقول في كلام جد جد، انت مش لو قحاتي، يعني انت لو يعني انت يعني ما شوفوا لك اي درجه بتاعت استحمار كده واستغباء واستبلاد وعبط اكتر من انك تكون قحاتي دي. شوفوا لي حاجه بفوق ليها اكتر من الناس اللي لسه بيقولوا شكرا حمدوك والتجمع يمثلنا وبتاع. المهم اعلى درجات الاستغباء والاستحمار والتخلف الفكري واي حاجه، انت اصل الدرجه دي كلها ومختلف معانا قدر الدرجه دي. مرات انا بكون بقول في كلام والله انت ممكن تستفيد منه لو قعدت سمعت. انت لو قدامك بتكون مجتهد دار تكتب لك تعليق يا كوز يا وهمي بس، وانت ما عارف انا بقول في شنو اصلا، انت ما عارف انا كنت بقول في شنو. بتكتب بس كده بيخش اللايف بيكتب له تعليق، لو قلت له زمنون كان بيتكلم والله بيكون ما عارف. بتكون اتقدت محاضره قيمه جدا جدا. لو جمعت الكلام اللي قاله لك حمدوك ده مسك رئيس وزراء لحد الليله، الفائده طلعت بها من كلامه كان ممكن ما تعادل الفائده بتطلع بها في لايف انا اكون بتكلم فيه عن الدستور، ولا بتكلم فيه عن علاقات خارجيه، ولا بتكلم فيه عن قرار ترامب اللي امبارح. والله تكون شفتها خطب حمدوك مجتمعه مع خطب البشير وحميدتي والبرهان، تجمعهم مع بعض تضربهم في 10 ما اطلع بالفائده طلعت بها لايف واحد من السبوره. انت بتكون قدامك بتضحك. الغبي منه الحمار منه هسه في الحاله دي انا ولا الجداد اللي حيندم قدام منه. انا اللي علي سويته بقدرتي واللي بعرفه قلته بالصح اللي فيه بالغلط اللي فيه. انتوا دوركم شنو؟ الجداد دوره شنو؟ دورك انك تكون جداده. والله بعد شويه يعدلوا لك جيناتك دي يبيضوك. شفت كان فلسوا يبيضوك، يبيعوا بيضك في السوق لانك رضيت تكون جداده. زي حمدوك ده هسه مش رضى يدفع يا هندل ماسوره فتحت. انت رضيت الجداده دي خلاص انت تاني تقعد تكاكي وتبيض بس، ما عندك دور. وفي الدوله المدنيه انت بالذات ما عندك وجود، ما انت هذا الاخ لا لا. يعني معلش على تثبيت التعليق فتره طويله ما تكون زعلت وتضايقت. ودعناك الله يا بسام، ربنا يديك العافيه ودعناك الله. طيب يا جماعه خلاص انتهت المعطى الجداد ده. وهو بحسوا لو عندهم هاي دي ونست ما بعد البرجوكي لو بيحسوا، لانه والله يا اخواننا يعني الزول في يعني الناس دي بتتعلم بالتجربه، وفي ناس تتعلم بالمراقبه. يعني الزول تلقاه ما بيسمع ذاته ولا بس بيعاين، تلقاه قاعد بيعاين بيتعلم بطريقه سريعه جدا جدا. يعني انت في السياسه دي يعني لو ما بتعرف سياسه، يعني هسه انا لو جابوك انت رئيس لك سنتين وما بتعرف سياسه، لو بتعاين ساعه شفت هسه حمدوك ده نفتكر انه زول ديلاها ومتخلف واي حاجه، وجابوك بقوك رئيس ومدني ده زول عولاه وعيف واي شيء، لكن خلاص يا اخي قميص الشرط وردوه بوزاره ما في مشكله. ما عندك اي مقدرات يا اخي. السنه دي والله لو كنت بديلاتك دي قاعد تتفرج في العالم وفي الوزراء بيتصرفوا كيف وبتقرا، يعني مثلا وزير الصناعه ده يقوم يعمل فولو لوزراء الصناعه في الدول السمحه دي، ويقعد بس كل يوم يشوف الناس اللي بيكتبوا في شنو بيقولوا في شنو، بيبقى وزير صناعه. كان بيبقى وزير صناعه والله. حمدوك ده الرؤساء اللي بيغردوا ديل بعبطهم ده والله لو تابعهم كان بقى رئيس وزراء. لا بس قعد هو ذاته كرئيس وزراء ده اذا هو ما كان جزء من اللعبه دي، لو ما كان اراجوز في اللعبه دي، لو قعد في الوقت قرا التغريده حق ترامب دي مرتين بكره دي حيطلع جيش والله يقول دارنا يبقى قاعد من الكيزان زمان بتاع امريكا روسيا قدنا عزة. والله يقدم خطبه عظماء ويطلع لي جيش يقول ماشيين نحارب امريكا، لانه زل يا اخي زل زلاك ولطشك وشلتك وخدتك في تحت الجزمه وطلع فيك عشان يعلو كعبه على الشعب الامريكي بس. عليك الله امشي اقرا البوست ده ثاني، امشي اقراه ثاني بس مره واحده، اقراه 7 مرات احداهن بالبطيء كده. خبر عظيم للشعب الامريكي ان انا حدفع لكم امبارح بننبح فيه ساعه ما دارين نعيده ثاني. هتبقى رئيس 200 انت هسه فرحان بالخبر ده مؤتمر صحفي والليله الوزراء بتاعنا عاملين مؤتمرات صحفيه ويقول لك انت لو بخست. بشوف التنميط ده انا زول عفن جدا، زول عفن عديل شفته كعب. لما نلقى زول يقول لي يا كده يا كده بقول له كده الكعبه والله جد. يعني اي زول بالمناسبه في الدنيا دي اي زول يقول لي يا كده يا كده بقول له كده حق التهديد دي وين فين كده طلع لي كده حق التهديد. هذه طبعا بتكون واضحه
لكن انت تكون بس داير هاي وين حق التهديد، انا اخترت حق التهديد بس كده. نحن الله خلقنا كده. ما تقول لي يا اخي والله لو القرار ده انت بخسته معناه انت كويس، هوي انا بركب راسه ولو عاجبني ببخسه عشان انت كويس دي اللي بيخوفوا بها الناس دي، وقالك الله في تمساح بيخوفوه بالغرق. يعني انا في زول في الدنيا دي نبذوه اكتر مني انا بس بتخوف فيني بالهجوم. انا وصلت مرحله ما انت شفتها، احكي لهم كيف ما انت شفتها، في ناس كانوا يجوزوا منها ذات الحاجات دي بدون ما يحسوا بها. تخوفنا انا بالردم وبالنفس وبالاساءه وبالجداد اللي بتفكوا. جدادك ولا جداد الكيسان؟ خلينا جدادك ولا جداد الكيسان؟ في جدادك ده ذاته، جدادك ده اشتغل فينا، والما جداد الناس كانوا ثوار حقيقيين وناس فاهمين وواعيين وقعوا في كم شرك وكم شرك. نبذونا كم مره وشككوا فينا كم مره. انا هسه خلاص الكلام الشيء اللي بتكتبه ده وين بيأثر. والله انا بقيت زول الحب دي بخليها ده كلام قدام ما هسه عشان ما تجتهدوا. طاقاتكم ده الله مش هزرعوا بها لوبه ولا بطاطس ولا اي حاجه. الطاقه اللي بتنبذونا وبتبارونا وسارين ورانا انا والله من يوم الكريستاله بتاعت المويه اتدورت في الفيس دي بقيت حاسس انه شنو ده يعني، شنو ده يعني كريستالات مويه انجاز كبير. احزابكم جرت ومكاتب التامين حقتهم اشتغلت وبتاع، وليه هسه ما عرفوا انا قاعد وين. بس عرفوا انه والله الشركه دي ما سودانيه، المويه الشريبه ظنوني دي مويه ما سودانيه. يا اخي انا ما قاعد في السودان ليه كم شهر، ما قاعد في السودان ولا الليله ولا امبارح، ما قاعد في السودان ليش زمن طويل جدا جدا، واعلنت عن الموضوع وقلت اسبابه. انت تيجي قارورة مويه جاي عامل منها انجاز انه اكتشفنا انه ظنوه خارج السودان. والله صحيح على قدر اهل العزم تاتي العزائم، على قدر اهل الكرم تاتي المكارم. اسمكم ضعيف. آه خليكم تنوموا، بكره رايكم موكب. اي زول قاعد في اللايف ده الان طبعا في حاجه، دي ما بعد البريوكي، دي ما بعد البريوكي. الحلقة اللي كان في كور قالوا كثيرة أنا ما حضرتها، وبعتذر لأنه جيت في زمن الكورة. للناس المتابعين الكورة في عدد من المباريات المهمة ما عارف نتائجنا. مرات اللايفات دي بيحضروها كم نفر في تلفون واحد، مرات في زول بيحضر ويمشي بيحكي لي زول زي المسلسل. يا أخي احفوا لنا بس. الناس الطالعين بكرة احفوا لنا بس، ودعواتنا معاكم ربنا يحفظكم. لكن احفوا لنا دي والله ما ونسة، والعفو ده ما الا الزول يكون غلط في حقك. وانا ما داير اتشائم لكن بس العفو زي كده. عفوا لنا من يوم 18 19 20 ديسمبر 2018 حد الليلة العفو بس. انا عارف انه في ناس كتار ضحوا اكتر مننا وقاعدين هسه طالعين بكره ويستنشقوا دخان اكتر مننا بكتير، وهسه بيستنشقوا برضه براهم في الطرح القادم ده. الناس اللي اتقبضوا قبل فترة وكده، احنا مشكلتنا ما بنعرف نصنع بطولات من الحاجات الزي دي، هم بيعرفوا يصنعوا بطولات كويس. احنا بنتعلم حركاتكم دي قريب ده برضه، لانه ما في حاجة شطارة منكم اشطر مننا انتوا في الحاجات دي. ف عندنا ناس اتقبضوا قبل كم يوم يتحاكموا وطلعوا هسه بكرة طالعين. واحدة منهم كتبت قبل من شاو الطرح الجال قالت له والله في تعليق برضه قريته انه والله لو ما طلع ولا زول بكرة انا طالع. فالحمد لله رب العالمين انه من خيرة الثوار اللي عرفناهم كانوا الان في الطرح القادم وقاعدين يطلعوا طالعين بكرة طالعين بإهمال. فأنا أخص بطلب العفو لإخواني وأصحابي وأخواتي في الطرح القادم. في كلام كتير ما محله اللايفات ذات ولا محله إنه يتقال، محله الناس بس تكون فاهمه كده. وهو بيجي لكن بيتهيألي الزول بيكون ما عارفه، وبيعمل حسابه وبيعمل حذر وكده،
وبيكون حريص على صوته على انه يوصل كده، لكن هو بيجي انهم يرونه بعيدا ووراه قريبا، فيجي اليوم وبيجي كيف ما بتكون عارفه. لكن شوف، انا عارف قدر ما تقرص كتير وفي حتات كتيرة قدر ما تهبشها بتقوم عليك وبتطلع الدبايب من جحورها وكده، عارف الكلام ده، لكن ما بتقدر تبلع الكلام، ما بتقدر تنوم. فاحسن تنوم الليله مرتاح تموت بكره، احسن من ما تنوم مرتاح عمرك كله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ابقوا طيبين، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم. انا انسان للجوع ولا الكيزان، انا انسان للجوع ولا الكيزان. حرية، سلام وعدالة، مدنيا نجيب رجالة. حرية، سلام وعدالة، مدنيا نجيب رجالة. وتسقط ما بيفك عكس الهواء، ولا تسقط بس، لكن تسقط وتقعد تسقط 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 لما تسقط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.